هنتكلم عن التشتت اللي بيخلينا مش عارفين احنا رايحين فين، الزنقة اللي بتخنقنا، الفرقعات اللي بتحصل من أقل حاجة، الفلوس اللي بتتصرف من غير ما نحس، والمشاعر والشغل والحاجات اللي بتتعمل في آخر لحظة، حاجات تانية كتير. بس الأهم مش هنفضل نشتكي وخلاص، هنحاول نفهم سوا ايه اللي بيخلي ده يحصل، والأهم من كل ده ايه الحلول اللي ممكن فعلا تساعدنا نعيش حياة أهدى وأنجح بإذن الله. لو دي أسئلة بتدور في دماغكم مهتمين تعرفوا الإجابة عليها، يبقى كملوا الفيديو ده معايا للآخر. لو أول مرة تشوفوني، أنا زينة فرج، برين هيلث كوتش وأم وعندي ADHD. فيديو النهاردة ده حكاية تانية خالص، ده فيديو بتاعكم انتوا اللي بعتولي الأسئلة دي، انتوا اللي عبرتوا عن اللي جواكم، وأنا هنا عشان نتكلم كلام صريح من القلب للقلب ونرد على كل الأسئلة بصراحة. الأسئلة اللي وصلتني كانت بجد كنز كبير جدا، فيها صدق وفيها لخبطة مشاعر وأوقات إحساس بالضياع، كل الحاجات اللي مريت بيها وأحيانا برضو بمر بيها. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير لأي حد ممكن يحتاج الفيديو ده. ليه كل ما أقول هبدأ روتين جديد بتعب وازهق وارجع تاني زي الأول؟ نفسي أحقق أي حاجة في حياتي، ده السؤال. دماغنا اللي عندها ADHD عاملة زي الواحد اللي بيبتدي يجري بأقصى سرعة في الأول، وبعدين فجأة البنزين بيخلص. الحماس في الأول بيكون شديد قوي، بس عشان نكمل فاحنا محتاجين حاجة تانية خالص غير الحماس. كلام علمي شوية. نقص الدوبامين في المخ بيخلينا مش عارفين نربط اللي بنعمله دلوقتي بالنتيجة الحلوة اللي هتيجي بعدين، لأن هي مش دلوقتي واحنا مش شايفينها. طيب هنعمل ايه؟ أول حاجة محتاجين إن احنا نبتدي بالراحة خالص، مايكرو هابتس، نخطي خطوة خطوة، بيبي ستيبس، لدرجة إن ممكن الخطوات الصغيرة دي تبان مش مهمة. مثلا عايزين نعمل رياضة، نبتدي ب5 دقايق، 5 دقايق في اليوم الأول بس كفاية. عايزين نقرأ صفحة واحدة كفاية. السر مش في الكتير في الأول، السر إن احنا نستمر ونكمل. لما المخ أصلا بيتعود على الفعل الصغير ده، هيبتدي هو لوحده يتحمس ويزود الوقت والمجهود. طيب ايه تاني ممكن يخلي دماغي تبتدي؟ ندي لدماغنا مكافآت، immediate gratification، فرحة كده فورية. مخ ال ADHD بيحب الحاجة الحلوة تيجي بسرعة. لما نخلص جزء صغير من الروتين نكافئ نفسنا بأي حاجة بنحبها. فكرة حاجة بسيطة جدا، نشرب قهوة، نسمع حاجة بنحبها، انتوا أدرى، كل واحد فيكم عارف ايه اللي بيحبه. أو تالت حاجة، استخدام التكنولوجيا. التكنولوجيا في خدمتنا بس مش بتشتتنا. في تطبيقات على الموبايل بتفكرنا بالعادات وبتدينا حماس عشان نكمل. خلونا نجرب تطبيقات تساعدنا، كل واحد ممكن يمشي معاه تطبيق غير التاني خالص، بس خلوا بالكم ان انتوا مش تتشتتوا. أداة الحقيقة بقيت بستخدمها، الأداة دي كانت مهمة جدا وأنا هعمل عنها فيديو وأقول لكم ليه الأداة دي بالذات اللي أنا استخدمتها. الحاجة التانية، نظبط المكان اللي حوالينا، ما يبقاش في حاجة مشتتانا لا في العين ولا في الرؤية. خلي المكان اللي بنشتغل فيه دايما هادي ومنظم. السؤال التاني بيقول، شغل البيت ده بالنسبة لي عامل زي الهم اللي مش بيخلص، بس لو عرفت فجأة إن حد جايلي بلاقي نفسي روقت كل حاجة في ساعة. إيه السر؟ وإزاي أستخدم الطاقة دي على طول؟ يا سلام، عارفه انت تاثير يا تلحق يا ما تلحقش، هو ده. الاي دي اتش دي عندنا في دماغنا حاجه بتقول يا تلحق ما تلحقش. فكره ان في حد هيجي ويشوف البيت نظيف بتدي دفعه دوبامين قويه جدا للمخ فجاه من غير اي مقدمات. علميا الاحساس بالاستعجال والمسؤوليه الاجتماعيه بيحفز المخ ويخليه يركز جدا جدا جدا، وده اللي بيحصل لما بنحط لنفسنا ديدلاين او ان في حاجه هتحصل فجاه. طيب تعالوا نشوف ايه الحلول اللي ممكن نعملها. في ضيف جاي كل يوم، نعتبره كده تمثيلية، نحدد وقت معين في اليوم ونعتبر ان ده وقت الزيارة مفاجأة. نشغل تايمر لمدة ربع ساعة ونحاول نركز فيه على ترتيب مكان معين في البيت. لازم يبقى مكان معين، مش بس هنرتب البيت. نحولها لمسابقة مع نفسنا، نشوف هنقدر ننجز ايه في الربع ساعة دي، ونركز تاني على مكان واحد بس كل مرة. رف كتب، درج فيه حاجات، نخلينا كده نحول الترويق كده كأننا بنلعب. ونستخدم تايمر ونحاول نخلص أكبر كمية تنظيف قبل ما الوقت يخلص. نكافئ نفسنا بعدها بأي حاجة بقى، نقعد نتفرج على موفي، نشرب قهوة، الحاجة اللي انتوا بتحبوها. وما ننساش لازم نطلب مساعدة لو محتاجين، ممكن نخلي عيالنا يعملوا معانا نفس اللعبة ونجري ورا بعض ونشوف مين اللي هيخلص الأول. دي حاجة مهمة جدا. السؤال اللي بعد كده بيقول، ليه لما بتكلم بحس اني برغي كتير قوي والناس بتزهق مني؟ بصي يا حبيبتي، دماغنا بتشتغل بسرعة جدا وبتشوف كل التفاصيل مهمة ومترابطة حتى لو صغيرة جدا، وبنحاول نوصل الصورة كاملة زي ما هي في دماغنا، بس للأسف ده بيكون كتير على اللي قدامنا. يعني هما مش بيبقوا فاهمين ده.
بصي علميا فرط النشاط في المخ بيخلينا عايزين نقول كل اللي في دماغنا مرة واحدة للي قدامنا. طيب نعمل ده ازاي؟ نبتدي نجهز الكلام ده في نقط. يعني نقول مثلا احنا عايزين نوصل حاجة معينة، طب نعملها ازاي؟ وخصوصا لو ده مثلا في الشغل هنعمل برزنتيشن او حاجة. قبل ما نبتدي نتكلم في موضوع مهم نحاول نفكر ايه النقط الأساسية اللي عايزين نقولها، نكتبها في ورقة الأول، نتدرب على الاختصار، نخلينا مختصرين بس نتدرب على ده. نحاول نلخص الأفكار في جملة قصيرة ومباشرة في نفس الوقت. نتخيل كده ان احنا بنكتب رسالة لحد على الموبايل وليها عدد حروف معينة. نسمع كويس للي قدامنا ونركز معاه ونشوف ردود فعل الناس اللي بتسمعنا. لو حسينا ان هم زهقوا او مش فاهمين نحاول نختصر ونوقف الكلام، ما فيهاش مشكلة على فكرة. وكمان ممكن نسأل الناس عن رأيهم في الكلام. ايه المشكلة لما ناخد رأي اللي حوالينا؟ ممكن نطلب من حد قريب مننا يقول لنا لو احنا بنتكلم كتير ولا لا. وحتى لو بنتكلم كتير ما فيهاش حاجة. بحس اني مش بعرف اعبر عن مشاعري بالكلام، واوقات مش بعرف اعيط خالص. ليه كده؟ صعوبة التعبير عن المشاعر دي حاجة طبيعية جدا مع ال ADHD. اوقات بنعمل فصل بين عقلنا وجسمنا ومش بنبقى حاسين اصلا باللي بيحصل جوانا كويس. طب ده معناه ايه؟ معناه ان في لخبطة في طريقة معالجة المخ للمشاعر، وده طبيعي جدا عند الناس اللي عندها ADHD. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ نفضفض. نفضفض مش لازم لحد، ممكن نفضفض على الورق، نعمل جورنالينج حتى لو كلمة واحدة بس نوصف فيها الشعور اللي احنا حاسينه. أنا غضبانة، أنا متضايقة، أنا حاسة بالقهرة، أنا حاسة إني مبسوطة. حتى لو احنا مبسوطين ممكن نستخدم لغة جسمنا. عادي جدا، عادي جدا ان الناس تحس ان احنا متضايقين، ما احنا بني ادمين وعلى فكرة من حقنا ان احنا نتضايق ونعبر عن مشاعرنا كمان. والاهم من ده كله ان احنا ما نزعلش من نفسنا، نصالح نفسنا ونخلينا طيبين مع نفسنا. في حاجة تانية كمان ممكن نعملها، ان احنا نتكلم مع حد متخصص، دكتور نفسي، معالج، كوتش. دول بيساعدونا ان احنا نفهم مشاعرنا ونعبر عنها بطريقة صحية وبسيطة جدا. من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في حياتي وانا متضايقة ان انا تابعت مع حد متخصص، وده يعني هي خلتني الحقيقة ان انا اعبر عن مشاعري واكتبها وارسمها واسجل حتى فويس وارميه بعد كده. بس خلتني افهم نفسي اكتر، خلتني احس ان انا عايشة، ان انا من حقي ان انا اعبر عن مشاعري من غير ما حد يضايقني. حتى لو اللي قدامي ضايقني ده مش من حقه. فدي حاجة مهمة جدا. احنا بنقع في ضغط ما بين اننا في مجتمع ممكن يقعد يضايقنا لاننا بنعبر عن مشاعرنا، او ان احنا نسكت خالص، وفي الحالتين مش حلو. فلازم نبقى عارفين ان التعبير عن المشاعر حاجة سبحان الله، يعني هي حاجة ربنا خلقنا بيها ان احنا نعبر عن مشاعرنا. بس الخوف والكسوف وان احنا نبان ضعفة والكلام ده كله هو اللي بيمنعنا نعمل ده. ايه اللي بيخلي الواحد عنده ADHD؟ بصي هي بتكون شوية حاجات متلخبطة مع بعض. ممكن تكون جينات اللي بناخدها من أهلنا، ممكن تكون البيئة اللي بنعيش فيها، أو كيمياء المخ نفسها. طب إيه العلاج بتاع ال ADHD؟ دواء بس ولا لازم حاجة تانية معاه؟ العلاج الأفضل بيكون دواء وتمارين، الاتنين مع بعض، وطرق نتعامل بيها مع الحالة. الدواء ممكن يساعد المخ يشتغل أحسن، بس التمارين أحسن. التمارين الحقيقة والاستراتيجيات بتعلمنا إزاي ننظم حياتنا ونستغل ميزاتنا. دواء من غير التمارين لا. في اكل معين ممكن يساعد او يضر مع ال ADHD. بصي الاكل الصحي مهم جدا، نحاول نقلل السكر والاكل المصنع، ونزود الحاجات اللي فيها اوميجا 3 زي السمك والمكسرات والمغنيسيوم والحاجات اللي فيها فيتامين د. وكمان مهم ناكل وجباتنا في مواعيد ثابته، ده بيأثر كتير جدا. ازاي اعرف لو انا عندي ADHD؟ اروح لمين؟ احسن حاجه تروح لدكتور نفسي متخصص في ال ADHD. هو هيسألك اسئله عن طفولتك وحياتك دلوقتي، وهيعمل تقييم عشان يعرف لو عندك ADHD ولا لا. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتبعتي الفيديو لحد ممكن يكون مهتم باللي احنا بنتكلم فيه ويفيده. عندي مشكلة كبيرة في صرف الفلوس، دايما بصرف اكتر من معايا. ايه الحل؟ ويلكم تو ذا كلاب. بصي صرف الفلوس باندفاع ده بيكون بسبب اننا بندور على الاحساس الحلو اللي بيجي من ورا ان احنا نشتري حاجة حلوة جديدة، وده بيكون اقوى من التفكير في بكره. حتى يعني احنا بكره عايزين نحوش، لا احنا هنتبسط دلوقتي. بصي نقص الدوبامين بيخلينا ندور على اي حاجه تدينا احساس بالرضا الفوري، وخصوصا لو في اكتئاب كمان. طب ايه الحلول العمليه اللي ممكن نتبعها؟ اول حاجه لازم نعمل ميزانيه.
الميزانية دي نعرف ايه اللي داخل وايه اللي خارج واحنا بنصرف في ايه، نشوف فلوسنا بتروح فين بالظبط لمدة شهر، ونعمل ميزانية بناء على كده، ونحدد مبلغ معين لكل حاجة، اكل شرب خروج اساسيات، انتوا اضرب بالحاجات بتاعتكم. ونستنى قبل ما نشتري اي حاجة مش ضرورية، قانون 24 ساعة، اللي احنا قبل ما نشتري حاجة نفسنا فيها نكتبها كده في ليست ونستنى 24 ساعة. الحقيقة انا اكتر الحاجة الاخيرة اللي اشتريتها قعدت قبلها شهر واشتريتها برضه. طيب لان هنعرف اذا كنا محتاجينها لا ولا لا. طيب في كمان طريقه الاظرف، ان احنا نقسم الميزانيه في اظرف، ظرف للاكل، ظرف للمواصلات، ظرف للخروجات. لما الفلوس اللي في الظرف تخلص يبقى كده خلاص مش هينفع نصرف تاني. الطريقه دي ساعات بتنفع مع ناس وساعات ما بتنفعش، حاولوا تشوفوها. كمان خلي مبلغ معين، كلنا عندنا حسابات بنكيه، فممكن نخلي مبلغ معين يتخصم من الحساب كل شهر ويروح لحساب تاني توفير مثلا، او تدوه مثلا تحوشوه مع حد معرفه. تمام. موضوع الميزانيه ده موضوع شائك جدا، انا يعني بقالي فتره طويله ببحث عن طريقه ليه، لان الناس اللي عندهم ADHD الحقيقه بتصرف كتير جدا. لقيت كام طريقه كده بحاول انفذهم، وهعمل لكم فيديو عنهم قريب ان شاء الله. الحقيقه دي كانت حاجه كده جت معايا بالصدفه وانا بدور في الموضوع وبسيرش، وجابت نتيجه شويه، فانا هعمل لكم فيديو عن ده وهنجرب ده مع بعض. ليه الناس اللي عندها ADHD بتكون سهله الوقوع في الادمان وازاي نحمي نفسنا؟ مخ ADHD بيدور على اي حاجه تديله دوبامين بسرعه وسهوله جدا، ممكن يبقى مخدرات، ممكن يبقى سجاير، ممكن يبقى سوشيال ميديا، ممكن يبقى اي حاجه ممكن تتخيلوها، ممكن يبقى اكل كمان. وده بيخلينا اكتر عرضه، لان احنا بندور على الدوبامين. المخ بيدور على اي حاجه تزود الدوبامين بسرعه، والادمان بيعمل كده حقيقي. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ بدل ما ندور على حاجات مضره تدينا دوبامين، ندور على حاجات صحيه، نمارس رياضه بنحبها، نجرب رياضات جديدة، نعمل هوايات مثلا، نقضي وقت مع ناس بنحبهم. الحاجات دي على فكرة بتدي نفس الإحساس الحلو بالظبط وبترفع الدوبامين. محتاجين نتعلم إزاي نتعامل مع المشاعر الصعبة، يعني إزاي نتعامل مع الضغط. بدل ما نلجأ للإدمان مثلا وإحنا متضايقين، ممكن نحاول نعمل حاجات تانية تهدينا، زي إن إحنا نصلي، نروح نلعب رياضة، نتأمل. تمارين ممكن أتكلمكم عنها إزاي تقلل الوضع اللي إحنا فيه. اطلب من اللي حواليك دايما السند والدعم دايما بيأثر. ولو حسيتوا ان انتم مش قادرين لوحدكم فاطلبوا المساعدة من اي حد، والله ما هو عيب خالص. ولو حسيتوا انكم بتواجهوا صعوبة في التحكم في نفسكم وعندكم مشكلة الادمان، لازم نروح لدكتور متخصص يساعد في ده مهم جدا جدا. جيت فترة كده كنت كل ما احس ان انا متوترة هعمل حاجة من الاتنين، يا اما اكل يا اما اتصفح السوشيال ميديا، وده كانت حاجة سخيفة جدا لحد ما بدأت امارس رياضة. وكنت بادئه رياضه كمان بالمشي، يعني حاجه بسيطه جدا. الحقيقه ان ده هداني وخلاني اخرج من دايره ادمان الاكل والسوشيال ميديا بطريقه رهيبه جدا جدا. تاثير بسيط بس عمل نتائج رهيبه. السؤال اللي بعد كده، كلام الناس اللي حواليا حتى لو بسيط بيأثر فيا قوي، ليه انا حساسه قوي كده؟ الحساسيه الزياده دي اصلا جزء من طبيعه ADHD. مشاعرنا بتكون شغاله على طول الوقت، وحساسين جدا. عندنا حاجه اسمها rejection sensitive dysphoria، وكلام الناس ممكن يضايقنا بسهولة ونحس ان هو ضدنا. طيب بصي، طريقة معالجة المخ للمعلومات سواء الاجتماعية او العاطفية بتكون مختلفة تماما عن الناس اللي ما عندهمش ADHD. طب احنا نعمل ايه؟ نركز على الناس اللي بتحبنا وتقدرنا، نركز مع الناس الإيجابية، نخلينا قريبين من الناس اللي بتدعمنا وتفهمنا وما عندهاش نية سيئة لينا. نحط حدود بيننا وبين الناس اللي بتضايقنا، ما نخليش حد يقدرنا. مش لازم كل رأي نسمعه يأثر علينا على فكرة، احنا اللي بنقرر مين كلامه يأثر ومين كلامه أصلا مش مهم. لما حد يقول لك كلام مش كويس، نفكر كده في لحظة الكلام ده صح ولا غلط قبل ما نتضايق. مش كل كلام الناس بيكون صح، في كلام في ناس ليها أبعاد أخرى وأجندات أخرى. حاول تفكر بعقلك وتشوف لو الكلام ده فيه حاجة صح ممكن تستفيد منها ولا لا. وتاني، خلينا طيبين مع نفسنا، محتاجين نحب نفسنا أكتر، نعامل نفسنا كويس حتى لو غلطنا. كلنا بنغلط على فكرة، ومش لازم نجلد نفسنا على طول. زمان كنت بتضايق قوي من أي كلمة حد يقولها عليا أو يقولها لي، لحد ما بدأت أركز على رأي الناس اللي بتحبني وبتهتم بيا بجد. بقيت أهتم بكلامهم هم أكتر وأقلل تأثير كلام الناس التانية. والحقيقة أنا خرجت الناس التانية من حياتي. لأن الحلوة في حياتك وخرج الناس الوحشة من حياتك. انت مش حقل تجارب لحد.
بنسى الحاجة اللي بذاكرها بسرعة قوي. ايه الطريقة الصح عشان افتكر؟ مشكلة النسيان دي مش معناها ان مخك بايظ، معناها ان مخ ال ADHD محتاج طريقة مختلفة عشان يثبت المعلومة. التكرار الكتير والممل ده ما بينفعش معانا اصلا. طيب، علميا ال ADHD بيأثر على الوركينج ميموري والانتباه، وده بيخلينا ننسى بسرعة جدا. طيب، ايه الحلول اللي ممكن نعملها علشان نحل المشكلة دي؟ اولا نذاكر بطريقة مختلفة، نلون، نرسم، نعمل مايند مابينج، نستخدم اشكال ونربطها ببعض عشان نربطها بالمعلومة، نكرر المعلومة بصوت عالي مثلا. فكرة ممكن نقرا بصوت عالي كأننا بنشرح لحد، ودي من اكتر الطرق اللي يمكن معايا انا شخصيا نفعت، ان انا بعمل كأني بشرح لحد او بشرحها فعليا لحد تاني. بنراجع المعلومة على فترات متباعدة، ونراجع الحاجة اللي ذاكرناها بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع. الحقيقة إن الطريقة دي بتخلي المعلومة تثبت في المخ أكتر. وعايزة أقول لكم إن في تطبيقات كتير بتساعدنا إن إحنا نعمل كده. الحاجة التانية اللي كانت بتخليني أذاكر من غير ممل هو إن أنا أذاكر في مكان مختلف غير المكان اللي أنا متعودة أذاكر فيه. بذاكر في الأوضة بتاعتي، أروح أذاكر في الصالة، بذاكر في الصالة، أروح أذاكر في كافي شوب، أروح أغير المكان وخلاص. وده بيخليني حتى اربط المذاكره اللي انا ذاكرتها بالمكان اللي انا فيه. فانا عايزه اقول لكم ان انا كنت برسم خط زمني والوان. انا اصلا ما بحبش التاريخ، ففي ثالثه اعدادي كان عندي امتحان تاريخ، وانا ما بحبش تاريخ اصلا. وبعدين كان لازم نذاكر، فانا قعدت اربط بقى الحاجات، اعمل اشكال ومايند مابينج، وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش والكلام ده كله. وبعدين جبت 29 من 30 في الامتحان لما ربطتها بطريقه معينه. وعايزه اقول لكم اليوم ده المدرسه انا لسه فاكراها، يعني طلعتنا نقف على الفصل كنوع من المكافاه ان انا عملت حاجه جميله يعني. فمش قادره انساه خالص، ان هي لما كافئتني انا ابتديت اذاكر بالطريقه دي اصلا. فسبحان الله يعني. السؤال اللي بعد كده، عندي ألف حاجة عايزة أعملها ومش بعرف أركز على شغل واحد، دماغي بتنط من موضوع لموضوع، وإزاي أقدر أركز وأخلص اللي ورايا؟ عايزه اقول لك ان دي دماغ الاي دي اتش دي، بتحب التنقل بين الافكار والمشاريع وتاسك، وده ممكن اصلا يكون ميزه جدا مش عيب. بس لازم نعرف ازاي نستخدمها او نوجهها صح. وان احنا نحاول نركز على حاجه واحده بالعافيه ده شيء كارثي وبيتعبنا جدا، لان صعوبه تثبيت الانتباه والاندفاعيه اللي عند الناس اللي عندها اي دي اتش دي بيخلينا ننط من موضوع لموضوع. طيب، نحل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نبتدي بالأولويات. يعني أول اليوم نحدد حاجتين بس، وهم دول اللي نخلصهم. وعلى فكرة ما نبتديش الحاجة التانية إلا لو خلصنا الحاجة الأولى. هي صعبة بس لو تعودنا عليها هتمشي. ممكن كمان نكتب كل الأفكار اللي بتجيلنا في دماغنا، نعمل برين دم، ما نخليش حاجة تفلت بس نطلعها بره دماغنا. ولو احنا شغالين في مهمة جت في دماغنا فكرة تانية، بسرعة 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 نكتبها على الموبايل، على ورقة، على أي حاجة، بس المهم نطلعها من دماغنا ونرجع للمهمة بتاعتنا تاني. الحاجة التانية برضو اللي ساعدتني جدا هو ان احنا نقسم الوقت لفترات قصيرة. عارفين تقنية البرومودورو؟ يعني 25 دقيقة شغل، 5 دقايق راحة. ممكن تبقى 15 دقيقة شغل، 5 دقايق راحة، براحتكم. فتجربة البرومودورو دي الحقيقة من الحاجات اللي ساعدتني جدا 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 ان انا اخلص وانجز. في حاجة تانية كمان ساعدتني جدا، وهو تكنيك البادي دبلينج اللي بيخليني انجز. ان انا كنت حكيت عليه في ريل قبل كده، وهو ان انا بتفق مع حد في الشغل او حد صديقة او اي حد اعرفه، احنا هنقعد حوالي ساعة مع بعض اونلاين، او لو فيس تو فيس which is نايس يعني. بس عشان احنا شغلنا اونلاين فبنقعد ساعة اونلاين. بنعمل ايه؟ بنفتح الزوم، بنفتح الكاميرا، بنقعد نشتغل في الحاجة دي 25 دقيقة من غير ما نتكلم. وبعدين ناخد 5 دقايق ممكن واحنا بنشرب فيهم قهوة ولا اي حاجة، نقعد نتكلم احنا خلصنا ايه. وبعد ال5 دقايق ما يخلصوا نبتدي 25 دقيقة كمان تركيز، احنا ما بنتكلمش. وبعدين 5 دقايق كمان نقول احنا عملنا فيهم ايه. بصراحة دي من اكتر الحاجات اللي يعني بتجيب نتيجة جدا 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 في ان احنا نقعد نركز ونخلص الحاجات اللي اتمنى ان الفيديو ده يكون فهمكم حاجات كتير عن ال ADHD واداكم افكار عملية تقدروا تستخدموها في حياتكم. افتكروا دايما ان كل سؤال اتكلمنا فيه ده بيعبر عن قوة مش ضعف، وانكم مش لوحدكم في الموضوع ده. لو حسيتوا انكم استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات تانية هتساعدكم جدا. وعلى فكرة انا مستنية تقولولي في التعليقات ايه اكتر سؤال حسيتوا انه بيتكلم عنكم، وايه مواضيع تانية عايزين نتكلم فيها. انا هنا عشان اساعدكم واساعد نفسي. سلام برينز.